بقى جاي اكلمكم عن مميزات سويسرا الكتير جدا. عملت فيديو عن عيوب سويسرا ودلوقتي هعمل لكم فيديو عن المميزات الكتير جدا اللي هي اضعاف العيوب. قبل ما نبدا الفيديو الجامد ده عايزك تصلي على الحبيب وتخش تعمل لايك وتكتب لي كومنت وتعمل سبسكرايب لو مش عامل، عشان الفيديو ده ضرب نار. مش عارف ابدا منين ولا منين، مميزات سويسرا كتير جدا. كمل معايا الفيديو للاخر عشان هتستفاد بمعلومات اول مره تسمعها ومش هتسمعها غير عندي هنا على القناه. يعني من الاخر لو انت جاي سياحه او جاي اقامه دراسه اي حاجه، في الحلقه دي هتستفاد كتير جدا. النظام معانا بقى اول حاجه هنتكلم عليها، النظام في سويسرا. بصراحه ما لقيتش نظام في العالم قد ما النظام هنا، بجد بيشمل كل حاجه. طبعا ده النظام اللي مستحيل تلاقي حد عايز يسقطه، مفيش تفصيله بتعدي من النظام هنا، كل حاجه معمول لها قانون، لدرجه ان انت لو هتاكل بطه في البحيره دي ليها قانون وليها عقوبه، ولو هتعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة ليها عقوبه. فبصراحه النظام هنا يستاهل 100 من 100. يا راجل ده حتى الزباله ما تقدرش ترميها في اي مكان، الزباله ليها قانون وليها سيستم وليها بص حاجات كده ورا بعض. فبصراحه شابو لسويسرا. الامان في سويسرا بصراحه ما لقيتش امان في العالم كله زي الامان اللي لقيته هنا. طبعا الامان ده راجع لان الناس هنا بتحترم القوانين جدا، وده بصراحه بيدي الناس الطمأنينه ومخلي الناس كلها ممكن تسيب شقتها مفتوحه، ممكن تسيب عربيتها مفتوحه ومستحيل حد يقرب منها. انا شفته بعيني وانا كمان بيحصل معايا، لدرجه ان انا مره سبت الكاميرا بتاعتي في العربيه والعربيه كانت مفتوحه وكنت خايف جدا وقلقان جدا، ورجعت لقيت كل حاجه زي ما هي ومحدش قرب اصلا من العربيه. معرفش بقى ده حظ ولا امان. مفيش تحرش، مفيش بلطجه، مفيش حاجات كتير. على العلم ان الدول المجاوره كلها بقت في حاله لا يرثى لها، تروح ايطاليا، تروح فرنسا، تروح المانيا، بقى بصراحه بلطجه في الشوارع وتحرش وحاجه اخر قله ادب. بس بصراحه سويسرا ما زالت محافظه على نفسها ومحافظه على الامن بتاعها. احترام الوقت هنا مش مجامله، ده جزء من شخصيتهم. كل حاجه ماشيه بالثانيه وبالدقيقه وحاجه كده بجد تحترم ويترفع لها القبعه. القطر هيجي الساعه 11 4 دقائق، يعني هيجي الساعه 11 4 دقائق. لو اتاخر ثواني، اتاخر دقيقه، بيبقى في اعتذار ولازم يبقى في سبب قوي جدا. هتروح للدكتور، هتروح تصلح عربيتك، هتروح اي مكان، كل حاجه بميعاد وكل حاجه بوقت. مفيش حاجه اسمها ان انت تاخد عربيتك وتروح عند الراجل تقول له صلحها لي دلوقتي، او تروح لدكتور وتقول له اكشف عليا دلوقتي. مفيش الكلام ده هنا. المواعيد هنا خط احمر. الطبيعه في سويسرا، الطبيعه زي ما انت شايف ولسه هتشوف. طبيعه بقى زي ما انت شايف كده، مش مكفيهم الطبيعه اللي موجوده حوالينا، لا ده كمان بيجيبوا الورد ويحطوه في الشوارع ويزينوا بيه الطرق. وبصراحه طبيعه مجانيه كده، حاجه روعه الروعه. هو فعلا الطبيعه من صنع الله، ولكن ربنا حط الطبيعه موجوده في العالم كله، ولكن في بلاد بتحافظ عليها وبلاد ما بتحافظش عليها. فسويسرا بصراحه بتحافظ على الطبيعه بتاعتها وعلى نظافه الاماكن. هتبص في اي مكان هتلاقي المكان نظيف، ارمي عينك في اي مكان مش هتلاقي ورق على الارض، مش هتلاقي اي حاجه بجد تشوه المنظر الجمالي الموجود. وهتطلع اي جبل، هتطلع اي مكان، هتلاقي فوق حمامات. واللي بيجنني ان الحمامات دي نظيفه، يعني في حد بيطلع كل يوم ينظف الحمامات دي. وانتوا متخيلين يا جماعه النظام والسيستم عامل ازاي؟ بصراحه دي من الحاجات اللي لازم نتكلم عليها، وحاجات بجد جميله جدا في سويسرا. الميه هنا بتتشرب من حنفيه، اشرب، افتح الحنفيه واشرب واعمل اللي انت عايزه. مد ايدك في البحيره واشرب، ميه نظيفه جدا. بصراحه انا بشرب من البحيره عادي، بشرب من اي مكان عادي. اوقات بحس ان الميه من الحنفيه انضف بكتير من الميه في الازايز، يعني بصراحه. يعني هتلاقي في كل مكان هنا نافوره تقدر تملى منها ازازه، وهتلاقي 90% من الناس بتبقى ماشيه معاها ازازه تملاها من نافوره وتشربها وتكمل وتقابلها نافوره ثانيه وهكذا. والموضوع بيمشي يوميا بالازازه اللي انت ماسكها في ايدك. احترام الخصوصيه من احد اهم الحاجات اللي موجوده في سويسرا. مش هتلاقي حد بيسالك بقى الاسئله الرخمه اللي هو انت بتاخد كام، انت خدت كام، انت عملت ايه، عملت ايه، رحت فين، جيت منين. اسئله رخمه جدا. جارك الصبح بيقول لك صباح الخير وملوش دعوه باي حاجه تانية. حتى لو انت عندك مشكله يحاول يساعدك بطريقه بدون ما يتدخل في مشاكلك او يسالك عن سؤال محرج. كل واحد عايش في حياته، وده بيخلي الناس كلها مبسوطه جدا، وتقدر تقول لا في اي وقت. ومش هتلاقي اللي قدامك بيتقمص منك ولا بيزعل منك عشان انت قلت له لا. مش هتلاقي حد يقول لك هتتجوزي امتى، اتجوزت امتى، مخلفتي ما خلفتيش. برضو دي حاجات بتضايق جدا، مش هتلاقي حد بيسالها لك هنا. هتلاقي حاجات كتير مجانيه في سويسرا، الحدائق كلها مفتوحه للعامه، واي مكان كمان برايفت. لو هتلاقي مثلا اوتيل مشتري مكان بيجبروه ان هو يسيب مكان، بمعنى ادق انت ما اشتريتش
دخلتش المكان الناس كلها من حقها ان هي تشوف الفيو الجميل والطبيعه الجميله، حتى لو انت معاك فلوس كتير مش هتقدر تشتري الطبيعه. تعامل مع الحكومه والمصالح الحكوميه مفيش اسهل من كده، كل حاجه اونلاين تقريبا. انت مش محتاج ان انت تروح المكاتب ولا تدفع بقى دمغات وهات لي معرفش ايه واعمل لي معرفش ايه. كل حاجه بالاونلاين هتخلص، وكل حاجه بسهوله جدا، ومفيش تعقيدات، ومفيش حد هيرخم عليك ان هو يحاول ان هو يعطلك. لا طب تعالى بكره، طب تعالى بعده، مفيش الكلام ده هنا. اللي في ايده حاجه بيعملها لك في ساعتها بيعملها لك. بصراحه دي برضو حاجه نرفع لهم القبعه عليها. اول ما جيت سويسرا هنا وجيت عشان بقدم على الاقامه، كانوا طالبين مني شهاده الميلاد بتاعتي، وللاسف ما كانتش موجوده معايا في الوقت ده. كانت شهاده الميلاد موجوده في مصر، وعشان ابعت اجيبها من مصر واروح واترجمها وموضوع كبير جدا كان محتاج وقت كتير جدا. فالحكومه قالت لي احنا هنعمل لك الاقامه وهنعمل لك كل حاجه، لكن هنكتب نوت هنا ان انت قدامك شهرين وتجيب لنا شهاده الميلاد. انت متخيل يعني ايه يعمل لك اقامه ويعمل لك ورق رسمي في البلد وانت اصلا لسه ما قدمتلوش شهاده ميلادك؟ كانت بصراحه صدمه بالنسبه لي قد ايه الناس دي بسهوله كده عملت لي كل حاجه وسهلوا لي الموضوع جدا، غيروا لي فكرتي بقى عن المصالح الحكوميه في اول ما جيت سويسرا. يعني انت متخيل في اول ما جيت سويسرا غيرت فكرتي عن المصالح الحكوميه اللي كنت بشوفها. التعليم في سويسرا بصراحه ميزه كبيره جدا موجوده في سويسرا، وهي التعليم هنا مجاني بالمناسبه لحد الثانويه العامه، كله مجاني، ولكن في الجامعه بتبتدي تدفع فلوس رمزيه يعني. وفي المدارس ما بيضغطوش على الاطفال جدا ولا بيضغطوا في الدراسه جدا، لا ده بيخرجوهم تقريبا اسبوعيا، بيخرجوهم يفسحوهم زي اللي ورانا دول، اطفال طالعين من المدرسه بيتفسحوا، المدرس بياخدهم يطلع بيهم شويه للمكان الاقرب ليهم، بياخدوهم رحلات للغابه، عاملين لهم نظام كده بجد يعني اتمنى اشوفه في العالم كله. سويسرا ما فيهاش عشوائيات، جوده الحياه في القرى زي جوده الحياه في المدن. تروح قريه هتلاقي فيها كل منافع وكل الحاجات اللي انت محتاجها زي المدينه بالظبط، مش هتلاقي في فرق كبير جدا. ما بيفرقوش ما بين الاماكن دي منطقه عشوائيه، لان هو هنا اصلا ما فيش عشوائيات. تيت 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 تيت. مش هتسمع صوت كلاكس وانت ماشي على الطريق، سواء جوه المدينه او بره المدينه، على الطريق السريع او على الطريق البطيء. لو انت ليك الحق في العبور هتعدي، مش هتلاقي حد بيرخم عليك، مش هتلاقي حد بيكسر عليك، فانت كل واحد ماشي ملتزم بالمرور. دي ميزه كبيره جدا موجوده في سويسرا. ومش هتلاقي حد يعمل لك بالكلاكس قله الادب اللي كانت بتحصل دي. التوازن البيئي بقى بصراحه هنا هو السبب في اللي احنا شايفينه ده، في الطبيعه المحافظ عليها بشكل جميل جدا، لدرجه ان هم هنا اجبروا الفلاحين ان هم ما يأذوش ولا يقتلوا الثعالب اللي هي بتاكل الفراخ بتاعتهم وبتاكل الخرفان بتاعتهم. قالوا لهم ما تقربوش منهم، سيبوهم ياكلوا اللي هم عايزينه، واحنا هنعوضكم عن كل حاجه عندكم. راح فرخه راحت هنديك ثمنها، لو خروف راح هنديك ثمنه، ولكن سيب الثعلب يعيش حياته حياه طبيعيه خالص. مش هتحتاج تشتغل كذا شغلانه عشان تعرف تعيش حياه كريمه، هو الشغلانه بتاعتك هتشتغلها، ولو مراتك تشتغل معاك فانتوا الاثنين هيبقى معاكم فلوس تكفيكم، تقدروا كمان تطلعوا تتفسحوا بره البلد وتقدروا تعملوا كل حاجه انتوا حابينها. الهدوء بقى هنا حاجه مقدسه جدا، وهتلاقي الاماكن والقرى دايما في سكون كده وهدوء وناس قاعده في حالها وكل واحد في حاله. مش هتسمع بقى حاجه تضايقك، مش هتلاقي واحد ماشي بعربيه ومعلي الكاسيت وعامل دوشه كبيره وبتاع، مفيش الكلام ده هنا. حتى يعني لو حصل ده بيبقى حد بيبص له كده بصه الفلاح عندنا في مصر. النظافه وصلت في سويسرا حتى للكلاب، لو انت ماشي بالكلب والكلب بتاعك عمل حمام في وسط الشارع، انت بتضطر ان انت تاخد كيس من ده وتلمها وترميها هنا. دي بتخلي المكان نضيف جدا، ما بتشوفش حاجه تضايقك في الطرق، لان طبعا الكلاب هنا كتير جدا والقطط كتير جدا، وكل الحيوانات اللي انت بتشوفها ماشيه في البلد صاحبها مسؤول عنها مسؤولية كاملة. وبصراحة التأمين الصحي بيشمل حاجات كتير جدا وبيساعدك ان انت تتعالج، وبيوصل كمان ل10 مليون فرنك. لو انت عندك مشكلة كبيرة صحية هيفضلوا يصرفوا عليك لحد 10 مليون فرنك. لو انت داخل عملية كبيرة جدا هم هيتكفلوا بيها، ولكن في حاجات بسيطة لازم تاخد بالك منها. في حاجة اسمها فرانكيجا او اتكلمت عليها في فيديوهات كتير قبل كده، اللي هو انت بتدفع كام وبعد كده التأمين بيتدخل. بمعنى ان انت مثلا انا لو عامل تأمين بدفع مثلا 400 فرنك في الشهر، بدفع اول 1000 من جيبي وبعد كده التأمين بيتدخل، تدفع 500 فتلاقي التأمين بتاعك بيتدخل اسرع. فبصراحة التأمين الصحي هو اجباري في سويسرا، ولكن ميزة كبيرة جدا. لو انت فقدت عملك عن طريق ان صاحب العمل مثلا اقالك او طردك من الشغل او اي حاجة حصل لك حادثة في الشغل، وصاحب العمل بقى حس بقى ان انت خلاص ما بقتش قادر تشتغل زي الاول ومشاك من الشغل، انت حقك محفوظ. ونظام البطالة هنا في سويسرا
سويسرا هيفضل يدفع لك مرتب شهري لمدة سنتين. في خلال السنتين دول لو ما لقيتش شغل، المحافظة بعد كده بتبتدي تدفع لك فلوس ويبتدوا يساعدوك. بصراحة المساعدات الاجتماعية بصراحة هنا حاجة مفيش بعد كده. حقك هتاخده مهما عدى عليه السنين، ولكن ما تعديش ال5 سنين. يعني لو انت ليك حق عند اي شركة، عند اي مكان، عند اي حد، وعدى عليه 3 سنين تقدر تطالب بيه، 4 سنين تقدر تطالب بيه، ولكن بعد ال5 سنين مش هينفع ان انت تطالب بحقك اللي هو عدى عليه 5 سنين خلاص. فبصراحة دي ميزة جميلة جدا ان انت حقك دايما محفوظ ومحدش بيضيع له حق ومفيش حد بيضيع له فلوس في سويسرا. ونظام المساعدة هنا للغير قادرين بصراحة حاجة ولا اروع ولا اجمل ولا احلى. لو انت مش قادر ان انت تعيش وتصرف على بيتك وتصرف على حياتك، طبعا ده في حالة ان انت مقيم هنا، الدولة بتتكفل بيك، بتدفع لك ايجارك، بتدفع لك فواتيرك، وبتدفع لك كل حاجة، وبيدوك كمان مرتب شهري تقدر تمشي بيه او تقدر تصرف منه. فبصراحة دي ميزة كبيرة جدا. في ناس للاسف بتستغل الميزة دي بشكل خاطئ، ولكن انا في الفيديو ده جاي اتكلم لكم بس على المميزات، مش عايز اذكر اي عيوب. ميزة كمان من مميزات سويسرا ان هي بتقع في نص اوروبا بالظبط، وتقدر بسهوله ان انت تسافر من قلب سويسرا لايطاليا في ساعتين، تقدر تروح المانيا في ساعه، تقدر تروح فرنسا في ساعه، تقدر تروح لينخنشتاين في ساعه ونص. فالموضوع بصراحه بسيط جدا وسهل جدا. وطبعا ما ننساش كمان النمسا تقدر تروح لها على بعد ساعتين من هنا. طبعا ده كله انا بتكلم على حدود الدول، ما بتكلمش على المدن وجوه البلد. الميزه الاقوى بقى في سويسرا ان لا ميه ولا كهرباء ولا انترنت بيقطعوا، شغالين دايما. عمري ما سمعت عن انترنت قطع ولا كهرباء قطعت ولا ميه قطعت بصراحه طول ما انا عايش هنا 11 سنه او 12 سنه دلوقتي. ولكن بذكر في يوم من الايام ان كان في خبر انتشر جدا ان في قريه جنبنا حصل ان في طير نزل عند محطه الكهرباء وفصل الكهرباء لمده 30 ثانيه بالظبط، وشركه الكهرباء نزلت تاني يوم اعتذار. وكان بصراحه حاجه بالنسبه لي كان موقف غريب جدا، يعني 30 ثانيه وبتقدموا اعتذار، لا ده موضوع كبير جدا. اما الميزه اللي معانا دلوقتي بقى هي ميزه غريبه شويه، ولكن بصراحه مفيده جدا في بعض الاحيان. لما بتيجي تروح مستشفى او بتيجي تروح لدكتور او بتروح لاي مكان، ما بتدفعش الفلوس في ساعتها. يعني ايه ما بتدفعش فلوس في ساعتها؟ يعني انت بتروح مثلا للدكتور تكشف، بعد كده بتجيلك الفاتوره فيما بعد، ممكن تجيلك اخر الشهر، ممكن تجيلك بعدها بشهرين، ممكن تجيلك بعدها ب3 شهور، على حسب الضغط اللي بيبقى موجود عند الدكتور اللي انت كنت عنده. او الجراج لو رحت تصلح عربيتك بتجيلك الفاتوره فيما بعد، بتجيلك بعدها بشهر او بشهرين. بصراحه انا بشوف دي ميزه كبيره جدا، لان في بعض الاحيان بتكون انت خلصت مرتبك مش معاك فلوس، وايا كان الظروف ايه مش معاك فلوس دلوقتي ان انت تدفع، فبتقدر تعمل الخدمه وبعد كده تدفع بعدين. شايفينها ميزه ولا لا؟ انا شايفها ميزه بصراحه. المطاعم في سويسرا بصراحه نظيفه جدا، وجوده الاكل الكواليتي بتاعها عالي جدا. ولو لقيت مكان مش نظيف انصحك تبلغ عنه. مفيش عنف، مفيش مد ايد هنا، الخناقات بالكلام بس، هنقعد نتكلم انا وانت ونقعد نزعق لبعض، ولكن مد ايد مفيش مد ايد. وبصراحه دي كانت حاجه غريبه عليا زمان، ان زمان كنت اقعد اشوف اتنين عمالين يزعقوا لبعض وبتاع، طب ايه مين اللي هيبدا مين هيضرب؟ لكن بصراحه دلوقتي نظرتي اتغيرت 100%، وشايف ان ده فعلا انسب حاجه واحسن حاجه، لان انت مش من حقك تمد ايدك على حد ولا حد يمد ايده عليك. اما الطرق السريعه بصراحه هنا في سويسرا حاجه ولا اروع ولا اجمل، وخدمات ومفيش نقره. يعني هتلاقي في خدمات دايما، والبنزين بتاعها مش مغشوش. لان بصراحه كنت اخر مره في المانيا او في هولندا، مش عارف كان بصراحه انهي بنزينه فيهم اللي كان فيها بنزين مغشوش وبوظت لي التانك، والدنيا بايظه عندي خالص، وهتكلفني فلوس كتير قوي عشان اصلحها. وطول ما انت ماشي في حالك هنا محدش له دعوه بيك. الخصوصيه هنا خط احمر، وكل واحد ليه خصوصياته وليه حياته الشخصيه، ما تتدخلش في خصوصيات حد ولا حد هيتدخل في خصوصياتك. فدي بصراحه ميزه كبيره جدا وميزه جميله جدا. مفيش هنا في سويسرا تحرش في الشارع، ولا في نتش موبايلات زي ما بيحصل في بعض الدول المجاوره، ولا الكلام ده خالص. بصراحه البنات هنا بتمشي بكل امان، مش خايفه ان حد يتحرش بيها، ولا حد خايف انه هيتسرق منه موبايل بتاعه ويتنتش منه زي ما بيحصل في بعض المدن المجاوره. يعني من الاخر انت في سويسرا بتمشي مرتاح نفسيا، ودي اهم حاجه على فكره. وميزه تانية من مميزات سويسرا انك لو انت راكب قطر ونسيت جواه حاجه، الحاجه دي هترجع لك لحد البيت. ازاي يا عم الكلام ده؟ لو حد لقى اي حاجه بيسلمها للكمساري بتاع القطر، ولو ما سلمهاش للكمساري بتاع القطر بيسلمها في المحطه لللوست اند فاوند، وبناء عليه بيكتبوا بياناتها. وانت لو ضايع منك الحاجه دي بتخش تكتب على الويب سايت بتاعهم انت ضايع منك كذا كذا كذا، وبيطبقوا الحاجات اللي مكتوبه عندهم وبيرجعوها لك لو انت موجود في نفس المدينه. لو انت مش موجود في نفس المدينه هيوصلوها لك لاقرب محطه ليك. لو انت عندك اشتراك للقطر معاهم هتبقى الخدمه دي مجانا ان هم يوصلوها لك لاقرب محطه ليك. لو انت مش عامل اشتراك
اشتراك. الخدمه دي بتبقى رمزيه، بياخدوا منك مبلغ صغير على توصيل الحاجه لحد المدينه اللي انت عايش فيها. فبصراحه دي ميزه مش هتلاقيها في مكان تاني. والموقف ده حصل معايا بالفعل لما كنت راكب قطر ونسيت الكاميرا ونزلت. انا قلت الكاميرا بصراحه مش هترجع، ولكن كان كل همي الصور اللي انا مصورها. كنت مصور صور كتير جدا، وللاسف ما كنتش لسه نقلتها على الكمبيوتر. ما كنتش عارف طبعا اعمل ايه، ولا عارف بقى لوست اند فاوند، ولا عارف اي حاجه. فرحت المحطه وقلت لهم انا كنت راكب قطر نسيت فيه الكاميرا، وقالوا لي اهدى، لو الكاميرا موجوده هنجيبها لك ما تقلقش، اكتب لنا بس نوع الكاميرا والبيانات وكل حاجه، وهل كانت في شنطه كانت مش عارف في ايه. ولقيتهم بالليل باعتين لي ايميل بيقولوا لي ان احنا لقينا الشنطه بتاعتك وهنوصلها لك للمحطه بتاعتك، وعشان انت عندك اشتراك في القطر فالخدمه دي مش هتدفع عليها اي رسوم، وهنوصلها لك لحد اقرب محطه ليك وانت تروح تستلمها من المحطه. بصراحه انا كنت منبهر جدا لما رحت استلمت الشنطه. نقدر نقول لسويسرا في الموضوع ده شابوه. طب اقول لكم على ميزه غريبه جدا، تعالوا كده. شايفين الجبال اللي حواليا دي كلها؟ انتوا متخيلين الجبال دي كلها بقى يا جماعه ناس عايشه عليها، وعندهم خدمات، عندهم كهرباء، عندهم ميه، عندهم كل حاجه. ازاي الخدمات دي طلعت للجبال دي كلها؟ وتلاقي على القمه فوق ناس عايشه، مش ناس طالعه سياحه، لا ده ناس عايشه وعايشين حياتهم مع الحياه الطبيعيه وبيطبخوا. كنت بستعجب جدا ان ازاي الناس دي عايشه فوق كده. فلقيت بصراحه انك تعيش اصلا فوق دي حاجه كده راحه نفسيه مفيش بعدها يعني. وان الايس كريم في سويسرا حاجه تانية خالص. واحلى حاجه في سويسرا ان هنا الحريات مصانه، كل واحد ليه حريته الشخصيه يعمل اللي هو عايزه، البس اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، ولكن لا تضر احد. يعني من الاخر انت حر ما لم تضر. ميزه جميله جدا انك مش هتلاقي حد بيأيد حريتك. فبصراحه سويسرا في الحريات تعتبر من الدول الاولى في العالم. ومش هتلاقي تحرش في الشوارع، ولا هتلاقي تعليقات مستفزه من الناس، مش هتلاقي حد بيقول لك كلام يضايقك، ده للبنات. والرجاله كمان برضو مش هتلاقي حد بيضايقك يعني. لكن تقريبا الرجاله ما عندهاش مشكله في ان هي تتعاكس، ما اعتقدش ان هيبقى الموضوع مضايق يعني. وللحيوانات هنا ليها حقوق كتير جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي شارع محطوط لك علامه ان خد بالك ان في بقر بيعدي من هنا، والبقر بيبقى ليه الاولويه ان هو يعدي قبليك. وكمان الطرق السريعه دايما بيبقى عليها تحذيرات ان خد بالك ان في غزلان ممكن تعدي من قدامك، فامشي بالراحه عشان ما تخبطش اي غزاله. مش مهتمين بالانسان بس، لا كمان الحيوان ليه نصيب كبير كمان. وخليني بقى اكلمك عن حاجه مهمه جدا، وهي الواسطه. مفيش هنا واسطه. لو حصل مثلا ان انت رحت وقدمت على وظيفه، واللي مقدم في الوظيفه اللي معاك يبقى واحد خاله صاحب الشركه مثلا، ولا عمه صاحبه، ولا عمه ولا عمته صاحبه الشركه، مفيش الكلام ده. مضطر ان انا ادفع لك فلوس وانت مفيش منك اي فايده. فلو انت ما عندكش مقومات الشغل انا مش هاخدك، لان انا مش هديك فلوس كده لله في لله. لانك لو مش هتكسبني اللي انا محتاجه فانا ليه اديك مرتب من الاساس؟ انا دلوقتي بشغلك ليه؟ بشغلك عشان اكسب من وراك فلوس. فلو انت مش هتدخل لي فلوس انا هديك مرتب ليه؟ فهي دي الفكره اللي بصراحه لازم تتعمم في العالم كله. انت بتشتغل، بتشتغل ايه حضرتك؟ انا شغال في الشهر العقاري بعمل اوراق. تعمل اوراق وتعطل الناس وتعمل ولا لا 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 وبتاخد مرتب. يعني انت بتعطل الناس وبتاخد مرتب. والواسطه هنا مش في الشغل بس، ده الواسطه هنا لو انت مثلا رايح تخلص حاجه في مصلحه حكوميه، ولا تعمل اي حاجه، مفيش حاجه اسمها اتصل لك بمعرفش مين واعمل لك ايه وروح هناك اسال على الاستاذه معرفش مين وبتاع. مفيش الكلام ده تنساه خالص. ولو حتى لو انت فكرت ان انت تحكي قصه من القصص اللي كانت بتحصل معاك لحد هنا، هيعتبرها نكته كبيره جدا ويقعد يضحك. ممكن يقعد يضحك ويقعد يحكيها لاجيال اجياله فيما بعد. المطارات هنا والمحطات مبنيه بنظام ومترتبه ترتيب كده، بحيث ان انت هتخش وتطلع وتروح وتعمل كل حاجه بسهوله جدا. مش هتقعد تلف حوالين نفسك والمكان اللي تخش وتطلع منه تاني والكلام ده. فبصراحه سويسرا في المطارات ولا كلمة. هتلاقي دايما في سويسرا الطرق ما فيهاش لا حفرة ولا نقرة ولا اي حاجة، لان دايما بيعملوا صيانة دورية طول السنة. طول السنة في حد بيعدي بيشوف هنا في حصل حاجة، في نقرة حصلت. بصراحة انا بشوف ده بعيني يوميا، وبكون مبسوط جدا وانا بدفع الضرايب هنا، لاني بشوفها بعينيا. شايف فلوس الضرايب قدام عينيا بتنفع البلد وبتنفعني انا، لان انا كل يوم بستخدم الطرق دي. كل حاجة بتستخدمها حواليك انت شايف فلوس الضرايب فيها. فبصراحة دي ميزة جميلة جدا، ان هم مش بس بيبنوا، لا ده بيبنوا وبيفضلوا محافظين على البناء ده سنين وسنين 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 وسنين. حتى لو انت جيت سويسرا في يوم من الايام
مشيت جوه نفق من بدايه النفق هتلاقي مكتوب تاريخ النفق اتعمل امتى، وهتستغرب جدا من التاريخ اللي مكتوب فوق، لان هتلاقي النفق كانه معمول امبارح. النفق كمان بيتغسل تقريبا كل 3 شهور بيعدوا. العربيه اللي بتغسل النفق بقى دي انا في مره شفتها بصراحه كانت خطيره جدا، شكلها جميل جدا. عربيه بتمشي كده اليمين بتاعها كله مقشات، مقشه بكيرف كده، تخش في النفق بتغسل الجنب ده، وهي في الرجعه بترجع تغسل الجنب التاني. كانت صدمه بالنسبه لي ان انا بشوف نفق بيتغسل بالميه والصابون، وشابوه لسويسرا بصراحه. اما الاماكن السياحيه في سويسرا مش هتوه في مكان، معمول حساب كل حاجه، خرائط، ممرات، كل حاجه. في اي مكان هيديك خريطه ويقول لك، يشاور لك انت فين وهتعمل ايه وتروح ازاي وتمشي ازاي. بصراحه متعاونين جدا في السياحه، على قد ما سويسرا صغيره جدا ولكن السياحه فيها حاجه جامده جدا، على عكس ما بتسافر دول كتير تروح هناك هتقف طوابير والزحمه ومش عارف ايه، والانترنت قطع، والانترنت معرفش ايه، وثواني بس هنعمل معرفش ايه، اصل الكهرباء قطعت، اصل مش عارف ايه. فانا بنصحك تيجي سويسرا تتفسح وما تقلقش، كل حاجه متظبطه. وبصراحه كل وسائل المواصلات نظيفه من بره ومن جوه. هتلاقي القطر ده نظيف من بره ومن جوه، ودي بصراحه حاجه ما شفتهاش غير في سويسرا. رحت مدن كتير ورحت بلاد كتير، بصراحه القطر يا اما من جوه نظيف من بره وسخ، يا اما من بره نظيف ومن جوه وسخ. وده ان ده اللي بيدل على ان الناس دي بتحترمك كانسان، مش شايف لها وصف تاني بصراحه. شابوه لسويسرا. ميزه تانيه من مميزات سويسرا وهي الجريل اللي محطوط في كل مكان، سواء كانت حديقه، بحيره، اي مكان في الجبل، حتى هتلاقي المحافظه حاطه لك مكان تقدر تشوي عليه لحمه، تقدر تحط هنا خشب تولعه وتشوي، تعمل اللي انت عايزه، تعمل باربيكيو انت واصحابك. ما نقدرش ما نقولش ميزه عليها، انا بعتبرها ميزه بصراحه. لان لو انا هروح مثلا دلوقتي الحديقه مع ناس كتير، لسه بقى هشيل معايا جريل من البيت واجي بيه وبتاع وقصه كبيره، لكن هم هنا موفرين لك المكان ده، وبعض الاماكن بيبقوا موفرين لك كمان الخشب اللي هتولع بيه، ودي صورتها في فيديوهات كتير قبل كده. وطبعا انا متاكد انك مش هتلاقي سفره بالجمال ده غير هنا في سويسرا. بصراحه بيتفننوا ان هم يخلوا المكان جميل ويليق بيك كانسان. انا شايفها ميزه بصراحه. هتيجي تشوي الاكل بتاعك وتعمل سلطاتك وتعمل حاجاتك وتجيبها معاك وتيجي تقضي، بص يعني واقسم بالله العظيم انا بتمنى يبقى عندي سفره زي دي في البيت. تقول لي ازاي؟ ما اعرفش، يعني البحيره والجمال ده انا عايز ده في البيت. انا نفسي في سفره زي دي عندي في البيت. ومن مميزات سويسرا انك ممكن تفرش البيت بتاعك كله ببلاش. ازاي الكلام ده؟ كتير بتلاقي ناس عارضين الحاجات اللي عندهم للهدايا ان انت تروح تاخدها، وفي جروبات كتير على الفيسبوك، وهتلاقي كل مدينه ليها جروب، وفي الجروب ده بيعرضوا الحاجات اللي هم خلاص مش عايزينها تاني، وبتتواصل مع صاحب الحاجه وبتروح تاخدها منه من البيت بدون ما تدفع ولا مليم. للاسف مش هتلاقيها في اماكن كتير الميزه دي، ولكن الميزه دي موجوده في سويسرا وبكثره كمان. ده غير انك لو رحت تشتري اي حاجه من حد مستعمله، مستحيل يبيع لك حاجه مستعمله بايظه او فيها مشكله او فيها عيب، ولو فيها حاجه هيقول لك عليها قبل ما ترفعها من مكانها. وبصراحه الحاجات المستعمله هنا بتبقى لقطه واسعارها جميله جدا وتعتبر جديده لانج. مفيش حد هيبيع لك حاجه مستهلكه. حتى القطط والكلاب هنا ليهم تامين صحي يا جماعه. انت ممكن تعمل تامين صحي للقطه والكلب بتاعك عشان لو تعب ولا حاجه تقدر توديه المستشفى وما تدفعش فلوس كتير، لان كمان هنا الطب البيطري غالي جدا وكمان الادويه غاليه جدا. وميزه جميله جدا من الميزات، لو انت ماشي على الطريق السريع وحصل حادثه قدام او حصل اي ظرف او في زحمه كتير، الراديو لو انت مشغل اغاني عليه او مشغل اي حاجه مره واحده بيقلب وبيشتغل على قناه راديو معينه. قناه الراديو دي بتشتغل اوتوماتيك عندك على الكاسيت، وبيقول لك المعلومات اللي بتحصل قدام ايه. لو بيقول لك لو الطريق ده زحمه تقدر بقى انت تنظم وقتك، لو مثلا في بنزينه قدامك تخش تشرب قهوه، تخش تعمل اي حاجه. فانا شايف ان دي ميزه جميله جدا بصراحه. وميزه كمان من مميزات سويسرا ان قانون المرور هنا محدد كل واحد وليه ركنته. يعني انت لو ليك ركنه تحت البيت ليك، مالكش ركنه تحت البيت لازم تشوف لك ركنه تركن فيها. ما ينفعش تجيب عربيتك كده وخلاص عشان انت ساكن فوق تحط عربيتك تحت وخلاص والكلام ده. مفيش الكلام ده هنا. هنا كل ركنه معروفه بتاعت مين وركنه مين، والركنه دي بفلوس ولا ببلاش، والركنه دي تقدر تركن فيها لمده ساعتين، وممكن الركنه دي تقدر تركن فيها بحد اقصى 15 دقيقه. موضوع الركنات هنا عايز له كتالوج كده عشان تفهمه، ولكن هي ميزه لانك بتلاقي الشوارع كلها سالكه، مفيش حد بقى بيسد شارع، لان الشوارع هنا اصلا ما بتستحملش ان انت تركن صف تاني. يعني اصلا مفيش اي اعاقه للطريق، مفيش هتلاقي حد راكن ركنه كده وموقف الطريق، اصل انا بس طالع اجيب حاجه، انا نازل اجيب حاجه. وميزه المواصلات هنا ان هي بتوصل لكل نقطه في سويسرا. لو انت في اعلى قمه في الجبل هتلاقي مواصله توصلك لحد فوق، ودي بصراحة حاجة أنا بصراحة جربتها. مفيش مكان لقيته إلا ولقيت له مواصلات بتوصل لحد عنده فوق، حتى في أعالي الجبال. إن الشرطة ما بتخوفش
الشرطه في سويسرا ما بتخوفش خالص، بالعكس هو موظف زيه زي اي حد موظف تاني، موظف في الميه، موظف في الكهرباء، موظف في المعمار، موظف في اي حاجه. البوليس هو نفس الوظيفه. كل العربيات سواء قديمه او جديده تلاقيها بتلمع ولونها كانها لسه جديده. غريبه، انا مش عارف السر فين. ممكن يكون عشان المطر كتير، ممكن عشان تكون الشمس قليله، ولكن انت بتلاقي العربيات اللون بتاعها ساطع كانها لسه جديده لانج بصراحه يعني. واما اداره الازمات في سويسرا فدي بقى لازم تترفع لهم القبعه. كل مواطن سويسري موجود او كل مقيم موجود في سويسرا ليه مكان تحت الارض، في حاله حدوث اي زلزال، في حاله حدوث اي حرب يقدر ينزل للملاجئ اللي تحت الارض دي. كل واحد ليه مكان، ما تقلقش مكانك محفوظ تحت. حتى السياح اللي موجودين في الدوله ليهم مكان كمان تحت. وكمان ميزه كانت غريبه عليا بصراحه، لما جيت وبقيت مقيم في البلد هنا لقيتهم باعتين لي علبه دواء فيها شريطين، والشريطين دول عباره عن دواء، والدواء اللي موجود فيها في حاله حدوث حرب نوويه. البرشام ده انت بتاخده على 6 ايام، يعني بتاخده على مراحل كده معينه. البرشام ده بيحميك من اضرار الاشعاع النووي. وفي ميزه كمان، لو انت بتقدم اي اوراق للحكومه ممكن تقدمها ب4 لغات. تقدر تقدم ورق للحكومه باللغه الفرنسيه، باللغه الالمانيه، باللغه الايطاليه، باللغه الانجليزيه، وهيقبلوها عادي. والميزه كمان في سويسرا هنا، حتى لو انت عندك فرح او عندك عزا، ده ما بيديلكش العذر ان انت تعمل دوشه في الشوارع وتمشي بالعربيات، تأمرك وتمشي في الشارع وتوقف الطريق. وده حصل من فتره قريبه، الناس حاولت تعمل كده وكلهم اخذوا مخالفات كبيره جدا. فناخد بالنا ونحترم نفسنا. وميزه كمان في سويسرا انك لو في مكان والمكان ده موجود في كاميرات، لازم بيحط لك علامه بره ان المكان مراقب بالكاميرات. انا شايفها ميزه. وميزه كمان على السريع، ان الناس مش هتكذب عليك عشان تبيع لك حاجه. وميزه تانية في حديقه الحيوان، مع ان انا ضد حديقه الحيوان بشكل عام، ولكن هي ميزه ان هم مش بس بتروح تتفرج على الحيوان، لا ده انت ممكن تدخل وتقعد معاه جوه في القفص. طبعا ده الحيوانات الاليفه، مش هيدخلك تقعد مع اسد يعني. ومن الحاجات الجميله جدا اللي انا شايفها فعلا ميزه كبيره، ان الاطفال هنا في المدارس بيتعلموا كل حاجه، مش بس دراسه، لا ده كمان بيتعلموا الطبخ، بيتعلموا كمان ازاي يتعاملوا في الغابه، حتى كمان بيعلموهم قوانين المرور عشان يقدر يطلع الرخصه بكل سهوله. فبصراحه دي ميزه جميله جدا، لانك لما تكبر هتقدر تعتمد على نفسك بشكل اكبر. نقاء الميه في سويسرا هل بنعتبره ميزه ولا لا؟ كل كائن ليه قيمة في الدولة. حتى الكرة في سويسرا مش مملة. السجون هنا مش مكان بس بتتحبس فيه، لا ده السجون هنا بيعلموك وبيدربوك، بيأهلوك، لدرجة ان في ناس بتتمنى تدخل السجن لان هي شايفة ان السجن حياته احلى بكتير من الحياة اللي هو كان عايشها. وحاجة من الحاجات اللي انا شايفها ميزة كبيرة جدا، وهي ان الكلاب هنا ما بتهوهوش. معرفش بيعملوا فيهم ايه، ولكن الدنيا بتبقى هادية خالص، والكلب مش هيهجم عليك، لانك كصاحب كلب مجبر ان انت تودي الكلب بتاعك لمدرسه عشان يتعلم ازاي يتعامل مع الانسان. فبصراحه دي ميزه جميله جدا، لان انت بتبقى ماشي مش خايف ان في كلب هيتهجم عليك. مش معنى كده ان مفيش هجوم حصل، اكيد بيحصل هجوم، ولكن بنسب ضئيله جدا. هتلاقي ميزه في كل فصل من فصول السنه، سواء مع التلج، سواء مع الربيع، سواء مع الصيف، وتنزل تنط في البحيره. يعني من الاخر هتتبسط. اقل نسب للحوادث في اوروبا كلها هتلاقيها موجوده هنا في سويسرا، وده لسبب ان الناس بتحترم المرور. وطبعا قوانين المرور هنا صارمه جدا، مفيش هزار في المرور، لان دي ارواح ناس، ودي ميزه من اهم الميزات اللي موجوده في سويسرا. لسه القوس مفتوح، ولسه المميزات كتير جدا في سويسرا، ولكن للاسف مش هقدر اجمعها لكم كلها في فيديو واحد. فان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتير جدا عن مميزات سويسرا وكمان عن عيوب سويسرا. خلص للاسف الفيديو بتاعنا النهارده، ولكن استنى ما تسيبنيش كده وتمشي. ادخل اعمل لايك للفيديو، واكتب لي كومنت عن اقرب ميزه عجبتك في الفيديو، واجمل ميزه شفتها في الفيديو، او اوحش ميزه ما عجبتكش في الفيديو. تعبت كتير عشان اصور لك الفيديو ده واجمع لك المعلومات الكتيره دي، فما تبخلش عليا بنشر الفيديو لاصحابك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ولو انت على الفيسبوك تعمل شير وتتابع الاكونت. ويلا بينا نشوف مميزات وعيوب العالم كله، مش بس سويسرا، ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.